السلام عليكم، صباح الخير. عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده سؤال جديد واجابه جديده على سؤال من اللي احنا بنطرحه كل يوم. النهارده سؤال شائع جدا لحاجه بتحصل كتير جدا، ودايما بنلاقي الناس بتخاف منها وبتسأل عليها اول ما بتحصل. امتى تنزل البيريود او الدوره الشهريه، مع ان انا باخد زولاديكس اللي هي مفروض اصلا بتوقف الدوره الشهريه في مرضى اورام الثدي، او في الادعاءات الاخرى اللي احنا قلنا ان احنا ممكن ناخد فيها الزولاديكس زي اثناء العلاج الكيماوي للحفاظ على المبايض. طيب قلنا امتى تيجي الدوره الشهريه، مع ان انا باخد حقنه الزولاديكس اللي في البطن، سواء اللي هي الشهريه اللي هي تركيزها 3.6 او كل 3 شهور اللي هي تركيزها 10.8. امتى اكون باخد الحقنه ومع ذلك تنزل الدوره الشهريه عند السيدات؟ اول حاجه ان دي تكون اول حقنه ليا، يعني اول حقنه اخدها ريجاردلس بقى، يعني مش مظبطين مع ميعاد الدوره اللي فاتت كانت امتى، ممكن الدوره تكون قربت تيجي اصلا، اصلها 4-5 ايام اسبوع، فاخد حقنه الزولاديكس. حقنه الزولاديكس يا جماعه بتوقف الدوره الشهريه عن طريق الاوفر ستيميوليشن، مش عن طريق الانهبيشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اصلا هي بتخش تشتغل ان هي تنشط الهرمون اللي بينشط المبايض قوي 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 قوي، فيروح واقف. فعشان كده قبل ما توقف هي بتزود الشغل على المبايض، بحيث ان الاشارات اللي جايه من المخ للمبايض تزيد قوي 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 لغايه هوب ما تقف وتفضل واقفه طول ما انا باخد الحقنه. تفاصيل علميه ملناش دعوه بيها قوي، بس هي دي الميكانيزم او الطريقه اللي هي بتشتغل بيها. عشان كده في اورام البروستاتا دايما لما نيجي ندي حقنه الزولاديكس لمريض سرطان البروستاتا بنديه معاها في اول اسبوع و10 ايام دواء يقلل من شغل الهرمونات على الورم، لان بيحصل حاجه اسمها تيومر فلير اب، يعني ممكن الكانسر اللي عنده يعني يتنشط اول اسبوع او 10 ايام لغايه ما انا اكون قافله لغايه ما الحقنه تشتغل. عشان كده لازم انا اكون قافله بالعلاج الهرموني زي الكازوديكس مثلا او الفلوتامايد اللي بيقفل شغل الهرمونات عشان ما يحصلش اوفر ستيميوليشن. ما علينا من النقطه دي. المهم ان هنا ممكن الدوره الشهريه تنزل لو هي اصلا كانت قربت تنزل وانا خدت الزولاديكس، ممكن اول دوره شهريه تنزل بعد اسبوع او 10 ايام من الزولاديكس عادي، مش هنخاف. لكن بعد كده طول ما انا مستمر على حقنه الزولاديكس كل 28 يوم او كل 3 شهور مش هتنزل الدوره تاني، وده الطبيعي ان هي ما تنزلش تاني. لكن ممكن تنزل بعد اول حقنه في خلال اسبوع او 10 ايام عادي، او اطول من كده برضو سنه عادي، ما نقلقش من الموضوع ده. يبقى ادي اول سبب في نزول الدوره الشهريه مع حقنه الزولاديكس. تاني سبب ايه؟ تاني سبب ان حقنه الزولاديكس ساعات لما اجي اخدها، لو خدتها بره مستشفى او دكتور او ممرض او تمريض او اي حد حاول يديك الحقنه وهو مش فاميليار بيها، ممكن اول ما يفتحها يشيل اللي هي الكليبسه الحمراء دي ويشيل الغطاء الابيض من فوق ويروح عاملها يلاقي فيها نقطه هواء، يقول لك بس استنى لما اشيل الهواء زي الحقنه العاديه، هوب في الهواء كده يروح الديبو طاير. الديبو ده هي الحقنه دي بيبقى فيها حاجه زي خيط كده، هو ده اللي بينزل تحت الجلد، وهو ده اللي بيفرز الماده الفعاله على مدى 28 يوم او على مدى 3 شهور. دايما حتى نلاقي ان الابره العشرة اتخن شويه. ليه؟ لان الديبو اتخن، اللي هو الحاجه اللي هتقعد تفرز الهرمون ده اتخن شويه. فلو اللي بيدي الحقنه مش فاميليار بيها او ما يعرفهاش وحاول يطلع الهواء، عمل كده طير الديبو او طير الحاجه اللي فيها الماده الفعاله كده، خلاص طبعا، وبعد كده تاخديها بالسلامه، انت كده ما خدتيش حاجه اصلا. او هو بيديها حصل اي مشكله او الحقنه فيها مشكله او السوسته وهي بترجع ما رجعتش كويس. المهم انا مره شفت الواحده جايه بتقول لي انا نزلت لي الدوره وانا باخد الزولاديكس، قلت لها طب دي خدتيها فين؟ قالت لي انا خدتها من اسبوعين. قلت طب معلش تعالي ابص عليكي كده. بصيت لقيت خط احمر كده، يعني بين البنين، نص جوه ونص بره في بطنها مكان ما خدت الحقنه. فطبعا كده البتاع نفسه ما نزلش في الجلد ولا بيفرز ولا بيعمل اي حاجه، فطبعا جالها الدوره عادي. وطبعا مش في الناس القديمه بقى اللي هي خدت الزولاديكس كذا مره او بقالها سنين عليها، ممكن لو واحده وقعت او واحده اتاخدت غلط ممكن طبعا الدوره ما تجيلهاش، لان احنا اصلا ممكن بعد ما خلص الزولاديكس خلص الدوره تتاخر من 3 شهور ل 6 شهور. لكن بالذات بتحصل دي في الناس الجديده اللي بتبقاش لسه اتعودت على الحقنه، اللي بيديها لها مش كويس، فالحاجه اللي بتفرز الماده الفعاله ما تنزلش تحت الجلد كويس، ما تبقاش موجوده
الحقنه اصلا او تكون طايره في الهواء ايه وخلاص. انا برضو شفت مره حد عملها والحقنه طارت، لا 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 ده اللي هي الميه دي اللي فعالها عالي، وراح مديها الميه تحت الجلد ايه وهوبا طبعا مفيش اي حاجه. يبقى ده تاني سبب ان الزولادكس الدوره الشهريه تيجي وانا باخد حقنه الزولادكس، ان وانا باخد حقنه الزولادكس ان الحقنه ما تكونش اتاخدت بشكل صحيح. تالت سبب ايه تالت سبب ايوه، ان الناس اللي بتاخد الزولادكس مع التاموكسفين، في مرضى اورام كتير بياخدوا الزولادكس مع التاموكسفين بالذات السيدات الصغار في السن. ايه السبب في كده؟ لو انا باخد الزولادكس بانتظام والحقنه اشتغلت وبقى لها فتره واتاخدت بشكل صحيح، ومع ذلك لقيت دم نازل زي البيريود، ده سببه ايه؟ لا ده ممكن يبقى سببه هنا مشكله من التاموكسفين على الرحم. التاموكسفين زي ما احنا قلنا قبل كده كذا مره ان هو بيشتغل بيزود سمك بطانه الرحم، ممكن يعمل تغيرات في الخلايا بتاعه بطانه الرحم، فده هيبقى حاجه اسمها dysfunctional uterine bleeding او نزيف من الرحم مش سببه الدورة. ساعتها هنعمل ايه؟ ساعتها طبعا هنبلغ الطبيب المعالج، وغالبا هيطلب مننا ان احنا نوقف التاموكسفين ونعمل سونار مهبلي، سونار نسا، ونقيس سمك جدار بطانة الرحم اللي لو طلع اكتر من 8 مللي او طلع اكتر من 10 مللي لا ساعتها لازم نوقف ونعمل حاجه اسمها كحت DNC، نكحت بطانه الرحم دي وننزلها ونشوف الخلايا اللي فيها هل فيها تغيرات ولا هل هي طبيعيه. لو طلع فيها تغيرات او سمك بطانه الرحم كان زياده عن اللزوم ساعتها بنغير التاموكسفين بنستبدله بدواء اخر من العلاجات الهرمونيه اللي تتاخد برضو مع الزولادكس زي الفيمارا زي الاراميدكس زي الليتريزول زي الارومازين، اي حاجه من الحاجات دي. هنغير التاموكسفين في حاله لو سبب زياده في بطانه الرحم عن 10 مللي، وفي ناس بتقول 12 مللي، المهم يعني زياده عن 10 لا هنحط ان كونسيدريشن ان احنا نعمل DNC، نعمل كحت وتحليل لبطانه الرحم دي عشان نطمن ان ما حصلش اي تغيرات في الخلايا، ولان ده الموضوع ده ممكن ياخد فتره عبال ما يحصل. وكمان نغير ايه العلاج اللي هو التاموكسفين نستبدله بعلاج هرموني تاني. طيب لما اوقف الزولادكس انا خلصت الزولادكس بتاخد مده قد ايه؟ من سنتين up to 5 years، يعني ممكن تاخد لغايه 5 سنين عشان نقفل المستقبلات الهرمونات في الناس اللي عندها الهرمون مستقبلات الهرمون ايجابيه. طيب بعد ما اوقف الزولادكس الدوره هتيجي بعد قد ايه؟ الدوره هتيجي مفروض طبعا لو احنا جايين بالورقه والقلم يعني تيجي على طول، تيجي بعد شهر، يعني بعد شهرين شهر كده يعني، لكن ممكن تتاخر، ساعات تقعد 3 شهور، ساعات تقعد لغايه 6 شهور. الناس الراغبين في الحمل بعد كده احنا بنحولهم بعد 6 شهور لو ما كانوش مستمرين على العلاج الهرموني بنحولهم لطبيب النساء عشان يظبط معاهم بقى ويشوف الدنيا فيها ايه وامكانيه الحمل عامله ايه. كده خلصنا الاسباب، اشوفكم على خير ان شاء الله، باي باي.